السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معانا النهاردة 3 وصفات للفطار. معايا اول وصفة هبدأ فيها اغسل الفول المدشوش، انقعه الاول، اي زيادات فيه بتتشال، وبعد كده اغسله ويتنقع بمية سخنة. اغسله الاول بس واطلع المية الرغاوي دي، بتبقى البكريات اللي فيه. اشطفه كذا مرة ورا بعض، كذا مرة. انا هفصل الكاميرا، اصفي اغسله في مصفى وارجعه تاني في الطبق، انقعه بميه سخنه. لازم يتنقع مش اقل من 6 ساعات بميه سخنه. غيرت عليه مره واتنين، 6 ساعات. وكده كنت خلاص خلصت غسيله، وافتح عليه ميه سخنه واركنه وابدا في الوصفه التانية. ومعانا كده الوصفه التانية، فول التدميس. بنقيه الاول، لو في اي حاجه زيادات ولا حاجه اشيلها منه، واغسله برضو كذا مره. اغسله بميه عاديه الاول، ميه بارده عادي، وبعد كده انقعه بميه سخنه. 6 ساعات، سبت الاتنين يتنقعوا مع بعض 6 ساعات. هو ممكن اقل وممكن يتشغل عليه على طول، بس ده الافضل ان هو يتنقع فتره طويله، ما ياخدش معايا سوا خالص. بس وكده كنت ركنتهم. رجعت بعد 6 ساعات، جبت الحله. وممكن يتعمل في فواله، في لبانه، في حله، في حله ضغط، اي حاجه. انا عندي فوالة التدميس بتاخد نص كيلو، ده معايا كيلو ما شاء الله. عملته في حله كبيره. حطيت معايا رشه معلقه زعفران، ومعلقه كاري، وليمونه. والنص كيلو بياخد معلقتين خل. انا معايا كيلو، حطيت 4 معالق خل. اللي هيقول لي الخل ايه لازمته، الخل بيطر القشره جدا وبيسرع التسويه بتاعته. وزودت عليه ميه سخنه مغليه. وممكن يضاف عليه قوطه، بشر جزر، اي حاجه. بس دي افضل طريقه انا جربتها. انا جربت كذا طريقه، بس دي افضل طريقه انا جربتها. علقت عليه على العين الصغيره، خد غلوه، وبعد كده وطيت عليه. الخل مش هيبان في الطعم نهائي ولا اي حاجه، بس هو بس كل يعني هو هيخلي القشره طريه معايا. جبت كرات لعجينه الطعميه. بدات انقيها وكده واشيل الزيادات اللي فيها واغسلها. نزلت كميه طينه رهيبه، بس غسلتها كذا مره وصفيتها. ممكن نضيف للعجينه كزبره خضراء، اي نوع خضار، بس الكرات بصراحه لوحده بيبقى طعمها جميل جدا. ضفت الفول بعد ما اتنقع 6 ساعات، وبصلايه، وحوالي 6 فصوص توم او 8 فصوص توم، مش كتير. والبصل مش كتير، لان البصل لما بيكون كتير بينزل ميه كتير في العجينه، بتفك منك. بدات اخد حبه بحبه في الكبه. وممكن خلاط، وممكن كبه، وممكن مفرمه، اي حاجه. اي حاجه موجوده في البيت مش هتقول لا، خلاط او اي حاجه مش هتقول لا يعني. وكده كنت بدات افرم حبه بحبه. ولو الفول تقيل على الكبه، بديها نقطه ميه، معلقه ميه صغيره كده، بتمشي بس الكبه معايا، مش هتعمل اي حاجه. بس لونها طالع، يعني الكاميرا ظالمه اللون بجد، تحفه تحفه تحفه. بدات اخد حبه بحبه. وكده كانت خلاص قربت اخلصها. وكنت العين شغاله على الفول، كان متعلق عليه وسايباه، موطيه عليه خالص وسايباه. بس كده خلاص قربت اخلصها واعبيها في الاكياس. تقعد بقى فتره طويله في الفريزر، اسبوعين، 3 شهر. ما بتخسرش بصراحه. افكار للفطار وتبقى جاهزه في الفريزر. فول، طعميه، حاجات تطلع على طول، تبقى جاهزه مع بطاطسايه، مع حته جبنه، يبقى الفطار موجود في اي وقت جاهز. وبكده كنت خلصت خلاص فرمها في الكبه. وعايزه اطلع الفوم بتاعها كانها جايالي من المطعم كده وهشه. جبت المضرب، فرمتها شويه كده، خليتها لي هشه جدا زي اللي بتيجي من المطعم. وبكده كنت خلاص بدات اعبيها في الاكياس اللي هشيلها في الفريزر.
مش بعبيها يعني، كل كيس مختلف عن التاني. كيس كبير شوية لما نكون متجمعين كلنا في فطار مرة واحدة، ممكن حد بياكل لوحده، يعني كل كيس ليه كمية قليلة كتيرة كده. جبت العلبة اللي بشيلها في الفريزر، عبيتها خلاص فيها، رصصتها، بدخلها على طول على درج الفريزر. وبكده كانت العجينة الطعمية خلصت معايا. والفول كده كان عدى عليه حوالي ساعتين، هو خد من ساعتين لساعتين ونص، كانت اتهرى خالص. بص عملتها بالشوكة كده، اتهرت خالص كده، استوى معايا، كان دخل في ساعتين ونص. بحب اشكر كل اللي بيدعمني، وكل اللي يقول لي كلمة جبر خواطر. بشكر كل حبايبي اللي بيعملوا لي لايكات واشتراكات في القناة، واللي بيحبوا الخير ليا ولبيتي. بشكركم جدا جدا جدا، وربنا يجازيكم كل خير. وبكده جبت الهاند بلندر، بطحنه واشيله مطحون، يطلع يبقى جاهز معايا ان انا افكه بنقطة مية ولا حاجة على السوا، يعني افكه واحضره للفطار على طول. كده كنت فرمته، لونه تحفة واحسن من بتاع بره، وانضف بكتير بكتير بصراحة. تقلت القوام معايا بمعلقتين دقيق ونص كوباية مية، خلى القوام بتاعه بيتقل زي ما حضراتكم شايفين كده. معلقتين دقيق، ممكن لو عايزينه لونه يحمر اكتر ممكن معلقتين صلصة مع معلقتين الدقيق بنص كوباية مية، بس انا حابة اللون ده طبيعي بصراحة. وكده برضو بدأت اعبيه في الاكياس بكميات برضو مختلفة، كيس كبير شوية، كيس صغير، مش بشيلهم قد بعض. الكيلو طلع معايا حوالي 11 كيس. والطعمية برضو، عجينة الطعمية برضو طلعت زي 9 اكياس او 10، لان خدنا شوية في طبق قليناها على طول. وبكده كنت خلصت كمية الفول، وبدأت اعبيها برضو في العلب البلاستيك دي بحب اشيل فيها اي حاجة في الفريزر، ما بتاخدش معايا اماكن ولا بهدلة، برصصها كده جنب بعض في الدرج. بس كده، وبس كده، بس كده. وندخل على الوصفة التالتة، الطحينة البيتي. ومحدش يضحك على المطحنة بتاعتي لو سمحت عشان صغنونة. معايا كوباية سمسم ني اللي هو الابيض، وكوباية زيت، وكوباية سمسم محمص. اطحنهم الاول، السمسم يطحن الاول، وبعد كده اشوف هعمل ايه الخطوة الجاية. الحاجات دي طول ما هي موجودة في التلاجة الواحد ما بيفكرش في اي وقت. عيل جاع، عيل جاي من المدرسة لسه الاكل ما خلص، يطلع كيس عجينة، يطلع كيس فول، الحاجة موجودة في البيت ما بتخسرش. وكده كنت خلاص طحنت السمسم الابيض والمحمص. ومعايا الخلاط، احط على سن الشفشق كده على السكينة بتاعت الشفشق ربع كوباية الزيت، اعملهم فوم ابيض كده، عشان الحركة دي لو ما اتعملتش بتخلي الطحينة تفصل، بيبقى وشها من فوق زيت وتحت طحينة. لو الحركة دي اتعملت ما بتفصلش خالص. اهو الزيت بقى ابيض معايا كده، واضيف عليه بقى السمسم اللي انا طحناه الابيض على المحمص. اسهل طحينة تتعمل في 5 دقايق، ونضيفة وموجودة في البيت. وده السمسم الابيض، اكمل طحنهم في الخلاط، وبقت كوباية الزيت كده، خدت كوباية بالظبط. لو عايزينها اتقل ممكن نضيف عليها معلقتين دقيق، لكن انا مش بحب اضيف عليها اي اضافات تانية، هي كده بتبقى طحينة سمسم خام. افضل اطحن فيها كده كتير، واي حاجة على الشفشة من فوق انزلها بقت الطحن من تحت. تحفة تحفة تحفة. طحينة دي ولا مش طحينة؟ وبكده خلصت الطحينة، وبقى موجود عندي في التلاجة عجينة طعمية، فول مدمس، وطحينة. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.